صباح الخير والجمال على كل اصحاب مظبوط. صباحكم جميل. معاكم مارجو، وانا اللي كنت بقدم لكم برنامج مارجو مورنينج والتدريبات وفيديوهات وحاجات. فاللي من الاصحاب القدامى اللي كان معانا زمان واللي كان بيتابع وبيعمل التدريبات وتوصل له هدايا يقول لنا في الكومنتس عشان هبعت لكم حاجه جديده. عايزه اقول لكم اكتشفت امبارح بالظبط اني مارجو مورنينج بدأ من 5 سنين. هل انتوا متخيلين معايا؟ الحقيقة ما كنتش مصدقة الرقم، بس هو من 5 سنين فعلا. يومكم جميل، والنهاردة انا هبدأ معاكم لايف جديد، حاجة كده في الخفيف. فخلينا نتكلم عن موضوع الشهر ده عن المحبة، وهنتكلم عن موضوعات كتير جدا تخص المحبة وفيها تفاصيل كتير يعني في علاقتنا. ولما قلت على الموضوع ده على راديو مظبوط، في حد كتب كومنت. مني ماهر كتبت لنا كده: نفسي الناس كلها تحب بعض. الحقيقة هو ده موضوع النهاردة، ازاي انك تحب الكل، ازاي انك تحب الكل. قد ايه هو موضوع هيفرق في البشرية كده يعني. فخلينا نحط اساسيات للموضوع ده. فانا عايزه اتكلم معاكم في 3 حاجات اساسيه، يعني اقول لكم 3 حاجات اساسيه هنبني عليها باقي الموضوع بتاعنا النهارده. اوكي ماشي. نرمين يوسف صباح الفل، ومرمر صباح الجمال. الاصحاب القدامى، الناس المحاربين اللي كانوا معانا من زمان. صباحكم جميل يا رب. طيب خليني اقول لكم ايه هم ال3 حاجات الاساسية اللي هنبني عليها موضوعنا النهاردة. اول حاجة ان احنا نكون عارفين ان ربنا خلقنا كلنا يا جماعة، كلنا بني ادمين. حاجة معروفة وحاجة بديهية جدا، وفي نفس الوقت هي حاجة مهمة جدا جدا، لانها بتقول لنا قد ايه ان احنا متشابهين. احنا بني ادمين كلنا زي بعض، فاحنا متشابهين. فدي اول حاجة. تاني حاجة محتاجين نكون بنعرفها ان فيك الخير. عارفين كده لما حد يقولك فيك الخير، غالبا بيقولها لك بعد ما بتكون عملت موقف لطيف والخير بان، يعني عملت موقف يبين خير. بس هو الحقيقة انه حتى لو الخير ما بانش، فهو في خير جواك وجوايا وجوا كل حد. زمان وانا صغيرة كنت لما اتفرج على مسلسل او حاجة اقعد اقول لهم: يا جماعة هو مين الطيب ومين الشرير؟ بس عارفين الحياة مش كده. الحياة طلعت اني كلنا بني ادمين، جوانا الخير وجوانا الشر، وكلنا بنختار. صحيح بنختار احنا نغذي ايه فيهم ونكتر ايه فيهم، اوكي. بس في الواقع ان كلنا جوانا الخير والشر. وحتى الشخص اللي انت شايفه مؤذي جدا او متعب جدا، هو في الحقيقة برضو جواه خير حتى لو بنسبة بسيطة. بس خلينا متفقين ان كلنا جوانا الخير والشر. اوكي. تالت حاجة عايزين نتفق عليها انه يعني احنا بني ادمين، واحنا ينفع ان احنا نكون كلنا بنغلط، فمش محتاجين ان احنا نكون بنحكم على بعض. عارف كده في كوت بيقول: عيش الحياة كاللاعب وليس كالحكم. فانا مش دوري هنا اني انا احكم على حد، مش دوري هنا اني احكم على حد. فانا مش جاي علشان احكم على حد. فما تضيعش وقتك ما تشغلش دماغك بانك تقعد تحكم على الناس وعلى البشر. يعني ده مش هيساعدنا في حاجة خالص خالص، هيعطلك في مسيرة حياتك، مش هيساعدك في حاجة. هما دول بس ال3 نقط اللي انا حابة ان احنا نكون حاطينهم كأساسيات معانا النهاردة. اوكي. نرمين بتقول: لو الناس حبت بعض مش هيكون في حاجة وحشة. حلو قوي كلامك يا نرمين، بس محتاجين كمان نعرف اكتر هو ايه هو معنى المحبة دي، واني اعملها ازاي في ظل ان في ناس فعلا متعبة، وفي ناس فعلا ممكن تكون بتعمل مواقف مؤذية فعلا. هحكي لكم موقف حصل مع ابني اليومين اللي فاتوا دول. راجع من المدرسة متضايق، رمى الشنطة على الارض: ماما انا فلان ده اسم واحد صاحبه مش هكلمه تاني لاني انا مش بحبه.
طيب اهدى وكده. وبعد ما هدينا واتكلمنا وكده فقلت له تعالى نسمي الحاجات باسمائها. واحنا كان لينا فتره بقى بنتكلم في الموضوع ده، فانا قلت فهمني بقى وكده. قال لي اه تمام بكرهه. لا ثانيه، لا ثانيه مش ده. انت كده ما فهمتنيش. فابتدى يعبر ويقول لي اني انا بتضايق لما هو بيعمل التصرف الفلاني، يعني ده بيضايقني جدا. فقلت له رائع، انت كده عرفت تعبر عن حاجه مضايقه. وقبل ما اكمل الكلمه قام مديهاني وقال لي انا مش هحبه تاني. اوكي. الحقيقه يا جماعه ان احنا اوقات كلنا ككبار بنعمل كده. حد يعمل معايا موقف اتضايق قوي، بس بدل ما اعرف اشوف مشاعري واميز انا حاسس بايه وانا ايه الحاجه اللي انا متضايق منها، ببتدي على طول احكم على الشخص ده، وابتدي على طول اني انا اقول ان انا بكره الشخص ده، وان انا مش هقدر اكون بحبه تاني، واني انا مش عاوز اكون معاه وخلاص كده والدنيا دي، وانا كده ازاي هقدر احب الناس. ده كان حد اعرفه وعمل موقف يضايق، فما بالكم بالناس اللي اصلا يعني بتأذي بشكل مبالغ فيه. علشان كده قلت لكم الثلاث حاجات الأساسية عشان أنا حابة إن احنا نحطهم كأساس معانا ويكملوا معانا، لأني لما أتكلم في الموضوعات اللي جاية عن إزاي أسامح، إزاي أغفر، إزاي أتعامل وأحط حدود بشكل كويس، هنحتاج قوي الأساسيات دي. المهم نرجع لابني. بعد كده راح هو خلاص كده قرر حاجتين. أنا مش عايز اصاحبه تاني. نسيت اقول لكم، هو قال لي مش هحبه تاني. فقلت له مش هتحبه دي يعني ايه؟ يعني ايه مش هتحبه بالنسبه لك؟ فقال لي حاجات احنا فعلا كلنا بنحس بيها. قال لي كده مش هعرف احس من جوه ان انا يعني بحبه. اوكي. والحاجه التانية انا مش عايزه اصاحبه، يعني انا مش عايزه اصاحبه. فكتير احنا بنفهم ان هي دي المحبه، ان انا كده مش هعرف احس مشاعر حلوة ناحية الشخص ده، فأنا كده يبقى أنا كده مش بحب. الحقيقة دكتور أوسم وصفي قال كوت يعني أنا بشوفها عبقرية وبتلخص الأمر جدا وقوية جدا جدا. بيقول إيه؟ بيقول كده: المحبة ليست مشاعر ولا حتى علاقة. تخيلوا، المحبة ليست مشاعر ولا حتى علاقة، هي خروج من نفسي للآخر. يعني هي مش مشاعر ومش علاقة. فانت الحقيقة اللي انت متضايق من نفسك فيه، واللي حاسس انك كده بقيت بتكره الشخص ده لانك مش حاسس ناحيته بمشاعر، ولانك مش قادر تكون صاحبه تاني، احب اقولك انه ده حقك جدا، حقك جدا. ومحدش طالب منك انك انت لا تحس مشاعر ناحية الشخص ده، ولا حتى انك تكون في علاقة مع الشخص ده. امال اعمل ايه؟ محتاجين نفهم بقى ان احنا ايه اللي ممكن اكون بعمله، اكون فيه بحترم الانسانية، واكون فيه برضو بحترم نفسي برضو وانسانيتي وحقي في الحياة وفي حدودي. فانا دلوقتي قلت فكرة ان هي المحبة مش مشاعر ولا حتى ان انا اكون في علاقة معاه، لكن كمان محتاجة اكون مش بعمل ايه، مش بعمل شر للشخص ده. وكمان حاجة تاني، مش بتمنى له الشر. يعني ما هو في حد بقى ايه يلف على الموضوع، لو انا مش هعمل له الشر بس ربنا بقى هينتقم منه وهيحصل وهيحصل، او يا رب حد تاني يأذي الحد ده عشان هو اذى مش عارف. ده يا جماعة مش هيساعدني خالص على الاطلاق، بالعكس هيسيب جوايا مشاعر غضب طول الوقت واستياء. فانا مش بعمل شر ليه ومش بتمنى له الشر، واتمنى له الخير. اتمنى الخير لكل الناس ولكل العالم، فانا بتمنى له الخير، ولو في ايدي الخير انا ما منعهوش عنه. لو في ايدي الخير انا ما منعهوش عنه. طيب انا كده يعني بحترم الانسانيه دي، وبرضو انا بحافظ على حقي وعلى حدودي. يجي حد يقول لي طيب اوكي مارجو، بس انا الشخص ده انا مش عايز اكون في علاقه تاني معاه، وانا مش هينفع فعلا اكون بصاحبه تاني. اوكي، حقك جدا، حقك جدا. وعلى فكره انا يعني من الناس اللي بدعم جدا موضوع الحدود، وبحب قوي موضوع الحدود وشايفاه له نظره حلوه جدا. بس هي الفكره، وهنتكلم عن ده الحلقه الجايه، بس الفكره انك صعب قوي ان انا اروح لده على طول من غير ما اكون حليت الموضوع جوايا،
من غير ما اكون شفت انا ايه اللي بيضايقني، وان انا متضايق من موقف معين وانا حاسس بايه، وانا بتعامل مع الموضوع على قد شيء معين او تصرف معين حصل من الشخص ده. فاهمين قصدي؟ لاني لو حطيت حدود بس اللي هو لا خلاص انا مش هتعامل مع الشخص ده تاني وهجري، فهو ده يعني حماك من الشخص ده، لكن مش من الأذى عامة. هو ده هيتكرر كتير، فهتعمل ايه؟ هتنفصل عن كل البشرية؟ يعني مش منطقي. فهي الفكرة انه انت حقك تعمل كده، حقك تختار علاقاتك، واشجعك على فكرة الحدود وعلى فكرة انك تختار ايه العلاقات اللي تكون فيها. بس هي الفكرة اعمل ده بس بعد ما تكون فكرت في الكلام بتاع الحلقة النهاردة، وساعتها هتعرف تحط حدودك بشكل صحي وبشكل متزن اكتر وبشكل مريح اكتر حتى داخليا ليك وانت بتختار علاقاتك. هشوفكم الحلقة اللي جاية وهتكلم باستفاضة اكتر عن نقطة الحدود مع الناس اللي بتتعبنا ونتعامل معاها ازاي. وطب لو هو حد كويس وانا حابب اكمل علاقتي معاه بس في موضوع مضايقني هعمل فيه ايه؟ هكلمكم عن ده باستفاضة، بس استنوني الاربع اللي جاي في الخفيف كده ومع مارجو على راديو مظبوط.